عرفنا بنفسك. المهندس يوسف منسي المسؤول عن شركة صن ارك، المهندس علاء عمار وشركائه. انتوا شغالين هنا في الموقع؟ شغالين في الموقع، استلمنا الموقع بتاعنا بقاله 3 ايام وتحت اشراف اللواء كمال الوزيري وسياده العميد محمد عفيفي، حسن عفيفي. وصلتوا لايه بقى؟ والله هو بدايه احنا دلوقتي بدانا الشغل بمعدات 20 لودر و80 قلاب. بتحفروا مسافه قد ايه؟ بنحفر مسافه، هي المسافه بتتراوح من 15 متر لغايه 4 متر. والطول اساسا اللي الشركه واخداه؟ الشركه واخده من الكيلو 65 لغايه الكيلو 65 و900. يعني يعني 900 متر او كيلو تقريبا. بدايه 900 متر. وفي كل شركه بتاخد حوالي كيلو؟ لا، هو كل شركه حسب امكانيات المعدات بتاعتها. يعني في شركات واخده نص كيلو، وفي شركات واخده 5 كيلو حسب امكانيات الشركات. والمتابعه بتاعت القوات المسلحه من سياده اللواء كمال الوزيري، الشركه الضعيفه بيدخل عليها معاها شركه ثانيه بحيث ننجز في وقت قليل. ووصلتوا العمق قد ايه؟ انا بالنسبه لي في الموقع بتاعي وصلت العمق 5 متر دلوقتي. وبعرض قد ايه؟ العرض 400 متر، عرض القناه الجديده 400 متر. يعني انتوا 5 متر في 400 متر حاليا، وحوالي 6 متر عمق جوه بطول القناه. احنا في العمق كده دخلنا حوالي 50 متر. 50 متر؟ 50 في 400 في عمق 5 متر. بالنسبه للموظفين للعمال بتوعك قاعدين ازاي هنا او ايه اللي بيحصل؟ والله هو في الاداره الهندسيه بتوفر اماكن مبيت، لان الشغل هيبقى 24 ساعه 3 ورديات. فاحنا بدايه شغالين ورديه واحده دلوقتي، في خيم موجوده، في مطاعم متنقله هتبقى موجوده، في عياده اللي احنا موجودين في الطبيعه دلوقتي، مستشفى متنقل موجود اهوت، في بيدرسوا هم تامين. الوجبات بيجي لكم ازاي؟ تحت اشراف القوات المسلحه بيتم تجهيز وجبه وبيجيبوها. يعني المشرف على الموضوع كله من اوله لاخره هو القوات المسلحه؟ بصدق وبامانه، لو غير القوات المسلحه المشروع ما يتمش. تمام. انت شايف ان انتوا قادرين على انجاز العمل في خلال سنه؟ قادرين تحت اشراف القوات المسلحه، بدون اشراف القوات المسلحه ما حدش هيقدر ينجز اي حاجه. تمام. خلاص بقى، ما تقعدش تدبل بقى عليا. لا استنى، هات المفتاح خد منه.